السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تحب أن يغفر الله لك ذنوب 100 عام بصيام يوم عرفة؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد كل واحد فينا يتمنى إن ربنا يغفر له ولو ذنب واحد، فتخيلوا لما يكون قدامنا فرصة إن يتغفر لنا ذنوب 100 عام. هو احنا أصلا هنعيش 100 سنة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم طول العمر مع حسن العمل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فأنا لا أمزح والله، إنما أتكلم بجد. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: صيام يوم عرفة إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. طيب السنة التي قبله أذنبنا فيها، طب السنة التي بعده احنا لسه ما أذنبناش فيها، هي هدية من الله، فاقبلوا هدية الله سبحانه وتعالى. لكن عشان نوفق لصيام يوم عرفة لازم نعرف شوية حاجات، وعشان نوفق ان يتغفر لنا ذنوب 100 سنة بالفعل برضو لازم نعرف شوية حاجات. رقم 1: استعينوا بالله، فوالله لولا الله ما تمكنا من أي طاعة ولا أي عبادة، لا صيام ولا صلاة ولا ذكر ولا قرآن ولا أي شيء. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى دي أول حاجة، استعينوا بالله سبحانه وتعالى. رقم 2: احرصوا على ان انتوا تصوموا وتدعوا الناس الى صيام ذلك اليوم. طب يتغفر لي ازاي ذنوب 100 سنة؟ بكل بساطة، هو اللي بيصوم يوم عرفة بيتغفر له ذنوب كم سنة؟ سنتين. طب لو انا اطعمت في اليوم ده 50 صائم في يوم عرفة، اتغفر لهم كل واحد ذنوب سنتين، بقى 100 في 50، يعني 2 في 50 يبقى 100. تمام؟ وانا ليا نفس الاجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اطعم او من فطر صائما كان له مثل اجره دون ان ينقص من اجر الصائم شيئا. تمام كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ايضا في حديث اخر ان احنا لو دلينا الناس على الصيام او على اي عبادة فلنا نفس الاجر. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجور، فله مثل أجر من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى عندنا حاجتين لو عايزين يتغفر لنا ذنوب 100 سنة بفضل الله سبحانه وتعالى: إما أن نطعم 50 واحد في يوم عرفة. طب معيش يا شيخ محمود أجيب 50 وجبة؟ بكل بساطة، لو الإنسان مش قادر ماديا يطعم 50 واحد، فعلى الأقل هات لك 2 كيلو تمر واغسلهم وظبطهم كده وحطه في كل كيس 7 تمرات، وقبل المغرب بنص ساعة اطلع كده في أي مكان فيه زحام. مين اللي صايم يا حبايبي عشان يفطر ويعني ويكرمنا بالأجر والثواب؟ والله أنا صايم، والله أنا صايم. بفضل وزعت 100 كيس، تمام كده، ولا 50 كيس. شوف تخيلوا بقى حضراتكم، كل من يفطر على ذلك التمر فلنا مثل أجره. طب هو يتغفر له ذنب سنتين وانا يتغفر لي ذنب سنتين، وهكذا. فأمر بسيط جدا. والحاجة التانية ان انا ادل الناس على صيام يوم عرفة على السوشيال ميديا، نذكر الناس بصيام يوم عرفة. كل من يصوم في ميزان حسناتنا، يحسب له ويحسب لنا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3: نحاول نستحضر قدر ومكانة ذلك اليوم، لأنه من أفضل أيام الدنيا، وهذا من باب تعظيم شعائر الله. وقد قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رقم 4: عايزين في يوم عرفة نجهز كل الدعوات اللي نفسنا فيها في يوم عرفة، ولا ننسى الدعاء لسائر المسلمين. يعني اقعد كده واقعدي كده، افتكروا قبل يوم عرفة، اكتبوا كل امنياتكم، كل الحاجات اللي محتاجينها، كل الامنيات اللي نفسكم ربنا يحققها لكم، كل الاشياء اللي نفسكم ربنا يكرمكم بها، سواء في امر الدين او الدنيا او الاخرة. ويا حبذا بقى لو الدعاء نبدأ بالدعاء لنفسنا وثم ندعو لسائر المسلمين. وعندنا حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل،
أو آمين ولك بمثل. الله. فأنا قاعد في يوم عرفة، يا رب اللهم اغفر ذنوبي، يا رب اللهم استر عيوبي، اللهم اغفر ذنوب المسلمين والمسلمات، اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: ما من عبد مسلم من دعا للمؤمنين من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيلوا حضراتكم الآن عايش كم مسلم؟ 1,700,000,000. طب واللي قبلنا مليارات كتيرة جدا. كل دول يتكتبوا في ميزاننا عدد حسنات بإيه؟ بهذا الاستغفار: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بس كده. شوف قد ايه. تخيلوا بقى لما بندعي بالفرج، الناس كلها النهارده في ضائقة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لما ندعي كده: اللهم فرج هم المؤمنين، اللهم فرج كرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، وسع أرزاق المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، زوج الشباب وبنات المسلمين، ارزق كل محروم بالذرية الصالحة، نجح طلاب المسلمين. ادعوا للناس والملك يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. رقم 5: تأكدوا أن الإعانة لا تكون إلا من عند الله، فمهما فعلنا فوالله لن نوفق للدعاء إلا إذا أعاننا الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما كان الدعاء فثم الإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن يا معاذ أن تقول في دبر كل صلاة، بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب اديني الإعانة، أعني يا رب على الذكر والشكر وحسن العبادة، فلا يكون ذلك إلا من عند الله سبحانه وتعالى. رقم 6: نحاول ننكسر بين يدي الله ونبكي في ذلك اليوم، ونتذكر أن من 7 الذين يكونون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم الذي ذكر الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كانت سببا في أن يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. وكلمة رجل ذكر الله خاليا تشمل الرجل وتشمل المرأة بفضل الله. رقم 7 حبايبي: اطلبوا من ربنا التيسير، إن ربنا ييسر لكم الحج والعمرة في العام القادم بفضل الله. ويا حبذا لو كان الدعاء ليكم وللغير: يا رب يسر لنا الحج وللمسلمين، يا رب يسر لنا الحج ولفلان ولفلان، وندعي للناس فيقول الملك آمين ولك بمثل. رقم 8 ودي آخر حاجة: أحسنوا الظن بالله أن الله سيتقبل منكم صيامكم في ذلك اليوم، وذكركم لله، ودعاءكم، وقراءتكم للقرآن، وإطعامكم للصائمين إلى غير ذلك. طب يا شيخ محمود بقى، واللي بقى عندها العذر وهتحرم من صيام يوم عرفة اللي انت بتقول ممكن في اليوم ده ناخد بيه الأجور العظيمة دي كلها، أقول لا تحرم من الأجر أبدا بفضل الله. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل هذا الدين كله يسر بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا تحرم المرأة سواء كانت حائضا أو نفساء، لا تحرم من الأجر في هذا اليوم أبدا، لأن هي تنوي من جواها نية صادقة إن والله يا رب، من جواها والله يا رب لو كنت ما عنديش العذر لكنت صمت اليوم ده وقرأت القرآن وذكرت الله عز وجل وأكثرت من الدعاء لي ولكل المسلمين. طيب أنت لن تحرمي في هذا اليوم إلا فقط من الصلاة ومن الصيام، أما سائر العبادات فالباب مفتوح. عندك قراءة قرآن، يجوز تقرأ القرآن إما من الهاتف أو من المصحف ولكن بحائل بقفاز جوانتي، تمام؟ عندك ذكر المولى عز وجل، عندك الدعاء، عندك إطعام الصائمين بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذه الخيرات موجودة، بالإضافة إن أنت لأنك معذورة استحضر النية الطيبة، لو كنت يا ربي ما عنديش العذر ده كنت صمت تاخدي نفس الأجر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم لمن خرجوا معه في غزوة تبوك: إن بالمدينة لرجالا، بيقولوا الكلام ده هم في تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. وفي رواية:
إلا شاركوكم في الأجر. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. الله أكبر. يبقى إذن مش هتحرمي من الأجر أبدا والله العظيم، بل ممكن تاخدي نفس الأجر اللي أنا قلته في بداية المقطع، يتغفر لك ذنوب 100 سنة بإن أنت تطعمي 50 صائم في ذلك اليوم. إما عندك قدرة تطلعي 50 وجبة، وإما تطلعي 50 كيس تمر وتخلي حد من عندك يطلع يوزعهم على الصائمين بفضل الله. بكده يبقى ما حدش اتحرم من الأجر والثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. شيروا هذا المقطع على قد ما تقدروا، عايزين الخير ده يوصل للناس كلها. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم من هذا الثواب العظيم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.